السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا من عادة المصريين من زمان مش من دلوقتي، يعني في كل القرى وفي كل المدن وفي كل الشوارع أول ما يقرب رمضان ما تحط زينة رمضان بجميع الأشكال. يعني ناس تحط شرايط، ناس تحط فوانيس، ناس تحط المهم كل الأنواع. فاسيوط طبعا من ضمن الزينة اللي حطوها عملوا نجمة، وهم ما يعني عملوا النجمة اللي هي مثلثين مختلفين يعني أو متقابلين، اللي هي أصلا نجمة علامة نجمة داود، أو هي اللي هي النجمة على العلم الإسرائيلي. طبعا هم لا يقصدوا ان هم يعني يعني ان هو معمول، اظن ان هو شرايط نور متعاكسه، يعني عاملينها كده زي شكل نجمه. هم ما يعرفوش انه هي نجمه داوود، وخطأ غير مقصود اصلا. وعادي يعني الموضوع ابسط من انه يبقى يعني عليه لغط، او ليه عاملين كده، او يكون وراه حد او وراه حاجه. لا بالعكس، هو خطأ غير مقصود تماما تماما. هم الناس يعني عاملين نجمة شكل نجمة، ولكن التبس عليهم الأمر في النجوم يعني. فهو النجمة اللي على العلم ديتي معروفة إن هي يعني مثلثين معكوسين. يعني أنا ممكن أعملها لك كده دقيقة. مثلا لو خدنا الورقة دي كده وعملنا، أنا يعني حابب بس أوريها لك. فهم ده اللي حصل، التبس عليهم زي كده. مثلا هنعمل ده مثلث، هنعمل الورقة دي اهي مثلث كده. هنشيل ده مثلا نظبطه يعني عشان وده نفس القصة، هنعملها مثلث برضو عشان تشوف بس اللي هي النجمة. يعني هي يعني يختلط عليهم وبدون علم. يعني أنا لا أظن إنه في أسيوط يكون في حد وراها أو إنها مدبرة. اللي هي دي كده، هي كده اللي هي بتبقى اللي هي مثلثين معكوسين. دي بتبقى اللي شوف يعني ده مثلث وده مثلث، لو انت حطيتهم على بعض كده وعكستهم هتجيلك نجمة داوود اللي هي على العلم. فهو يعني غير مقصود، وبس هو لا وراه حد ولا أي حاجة. السلام عليكم.